واحد من أهم عجائب الدنيا السبع، وهو تراث عالمي طبقا لمنظمة اليونسكو، تم بناؤه سنة 2560 قبل الميلاد، ويعد نقلة حضارية كبيرة في تاريخ مصر القديم. اتبنى أصلا كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة، واستمر بناؤه حوالي أكتر من 20 سنة. النهاردة هنتكلم عن الهرم الأكبر، هرم خوفو. أنا بشوي أفلامين عكس التيار. ترجع فكرة بناء الهرم يا صديقي إلى أن الملك خوفو كان متأثر بأبوه الملك سنفرو في بناء الهرم المائل. اشترك في بناء الهرم الأكبر عمال محترفين من جميع أنحاء مصر، على رأسهم الأمير حم إينو، وده كان مهندس الملك خوفو. وده كمان ليه تمثال من الحجر الجيري في متحف الرومر في ألمانيا. وأرسلهم الملك خوفو هو والكهنة لمدينة أون علشان يختاروا اسم الهرم، واللي اختاروا اسمه أخت خوفو أو أفق خوفو. الملك خوفو هو أول ملك بيعتبر نفسه الإله رع، اللي هو إله الشمس على الأرض. وده بيظهر لنا في اسم ابنه الملك خفرع وحفيده الملك منقرع، واللي بيظهر في آخر اسمهم اسم الإله رع. كمان الهرم الأكبر هو مزار سياحي عالمي، مكانه في محافظة الجيزة، بيرتفع عن سطح البحر حوالي 95 متر. بيتكون الهرم من الداخل من 3 حجرات أساسية، واحدة فيهم أسفل الصخر و2 على مستوى مرتفع داخل المبنى. يوجد تابوت الملك خوفو في الحجرة الأساسية وتسمى بحجرة الملك، ودي علشان أوصل لها بعدي من على ممر مهم جدا ذات سقف متدرج كبير الحجم، وده يعتبر زي تحفة معمارية كده في مصر القديمة. الهرم مكون من حوالي 2,600,000 قطعة حجر عمرها 5000 سنة متماسكة بدون أسمنت لحد النهاردة. وزن قطعة الحجر الواحد ما بين 2 طن إلى 15 طن. ارتفاع الهرم 149 متر و4 من 10. ناطحة سحاب يا صديقي حوالي 48 دور. وزن حجر الجرانيت الموجود في سقف حجرة الملك حوالي 70 طن. طب ده طلع فوق ازاي؟ ارتفاع الهرم 149 متر و4 من 10. المسافة ما بين الأرض والشمس 149 مليون كيلو متر و4 من 10. حاجة عجيبة جدا، تناسق ما بين ارتفاع الهرم والمسافة ما بين الأرض والشمس. حاجة عجيبة كمان إن احنا لو جينا قسنا محيط الهرم على ارتفاعه هيدينا نسبة 3.14%. ولو جينا عند حجرة الملك وقسنا محيط حجرة الملك على ارتفاعها هيدينا 3.14%. طب نيجي كمان عند التابوت، لو قسنا محيط التابوت على ارتفاعه هيدينا نفس النسبة 3.14%. حاجة عجيبة كمان إن الطعام في حجرة الملك يجف ولا يتعفن. ولو جبنا موس حلاقة بارد وحطيناه في حجرة الملك لمدة ساعات ممكن الموس ده يرجع حاد زي الأول. ولو حطينا نبات داخل الهرم ولاحظناه نلاقي إن النبات ده بينمو بسرعة أكبر من نموه خارج الهرم. الهرم الأكبر يعكس الإضاءة ليلا لأنه مطلي بلون أبيض بيعكس الضوء اللامع. درجة الحرارة داخل غرفة الملك في الهرم الأكبر على مدار العام لا تتعدى 22 درجة مئوية. دي كانت حلقتنا عن الهرم الأكبر هرم خوفو. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.